ديال اثار الزلزال في عدد ديال الاقاليم الزلزال الحوسي. احنا الهدف ديالنا الاول كان منذ حدوث هذه الفاجعه هو كيفاش التلاميذ يرجعوا الاقسام ويرجعوا للدراسه ديالهم. ممكن نقول لكم بان رغم كل الصعوبات ورغم بفضل تجند الرجال ونساء التعليم ديال المنطقه والتضامن اللي تم مع عدد كبير ديال الاقاليم والتضامن اللي تم مع المجتمع المدني، هذا ساعد باش واحد تقريبا كنا نقولوا 15 يوم من بعد سميتو التلاميذ لقينا حلول باش يستأنفوا الدراسه ديالهم، باش ما تضيعلهمش السنه الدراسيه. البعض منهم تحت خيام، البعض منهم تم تنقيلهم المؤسسات خارج الاقليم في داخليات، البعض منهم الاقسام اللي هي موجوده بدينا نديروا فيها دي روتاسيون، كاين اللي تيقرا في الصباح كاين اللي تيقرا في العشيه، كاين سميتو البعض منهم نوع ديال الاكتظاظ في المنطقه. وكانت واحد المواكبه نفسيه اللي هي جد مهمه اللي تمت خلال هذه الفتره. نفس الشيء منظومه تجندت العمل مع الشركاء اللي ساعدوا باش تكون هذه المواكبه باش نتجاوزوا هذه الفتره ديال اليورجونس اللي كانت. المرحله الثانيه احنا اشتغلنا على كيفاش نضمنوا او نحسنوا ظروف الدراسه، خاصه اذا خدينا بعين الاعتبار بان هناك طقس هذه المناطق هو طقس صعب، واللي تيجعل بان الحلول الاولى اللي كنا لقيناها غير كافيه. ممكن نقول لكم بان هذه العمليه ساعدت اولا تدريجيا دزنا من داك الخيام اللي كانت مع كنا تنخدموا بالخيام التقليديه ديالنا، الخيام اللي هي ملائمه مع الحاجيات، دزنا داك لي موديول اميناجي، حسنا ظروف استقبال ديال التلاميذ، وفي نفس الوقت بدينا الدراسات LP2E، الدراسات التقنيه والدراسات الهندسيه الضروريه بعد ما تم فحص كل المؤسسات، لان كان الهدف ديالنا هو كيفاش نضمنوا السلامه ديال التلاميذ، ما يدخلوش شي مؤسسه واخا فيها غير بعض الشقق اللي هي قليله، ولكن الا ما كانش عندنا الغابور اللابوراتوار اللي تيضمن بان السلامه مضمونه ما كانش تيدخلوا تيستعملوش داك الاقسام فيها. هذا اللي ساعدنا باش يكون عندنا واحد دابا الان عندنا واحد اللائحه. حنا اشتغلنا على اساس عندنا دابا الدراسات كلها انتهت، عندنا هذا المجهود جعل بان تقريبا ما بقاش عندنا التلاميذ تحت الخيام، من غير شي شاوه اللي مازال فيها 90 خيمه، الاقاليم الاخرى كلها ما بقاش خيام. ما بقاش عندنا التلاميذ اللي هما في هذا الدخول المدرسي موجودين في داخليات خارج الاقليم ديالهم، دونك وفرنا مقاعد داخل الاقاليم في قرب من العائلات. وفي نفس الوقت مشينا في اتجاه هذا البرنامج اللي قلت درنا له دراسه. اولا وفرنا له الحكومه، وفرت اللجنه الوزاريه اللي تجتمع تحت رئاسه السيد رئيس الحكومه بصفه منتظمه، وفرت لهذا البرنامج واحد 3 مليار و500 مليون ديال الدرهم على حسب الدراسات اللي حنا نجزناها باش نمولوا هذا المشروع. انطلقنا من الفكره بان من الصعب نطلبوا من ذاك الاكاديميات لا ديال مراكش ولا ديال سوس باش هما يدبروا
هاد العمليه ديال الصفقات ويخليو الجانب التربوي يبقوا مكلفين غير بالجانب اللي هو ديال اعاده البناء. هذا اللي تيفسر علاش حنا اشتغلنا باش يكون ميتريز دوفراج ديليغي مع سي جي مانجمنت اللي وضعت واحد الفريق اللي الان بدا يشتغل بصفه منتظمه، واللي هذا العدد ديال المؤسسات اللي تم الترميم ديالها او البعض اللي تم عطينا انطلاقه ديال الاوراش، يمكن نقول لكم بان الوتيره ديال هاد الورش غترتفع اسبوع بعد اسبوع، واللي حنا هذا تيساعدنا بان حنا اعتبرنا ما نبقاوش نعينوا اخر السنه تيكون كل شيء انتهى، عاد التلاميذ ينتقلوا لهاد المؤسسات اللي تم التاهيل ديالها او تم اعاده البناء ديالها جزئيا او كليا، ولكن خلال السنه هناك بعض العمليات اللي غتتم باش التلاميذ يكون كل ما مؤسسه تم تحسين الوضع ديالها يدخلوا لها. يمكن نقول لكم انا زرت المنطقه لا في التعودات ولا في الحوز، اجتمعت مع اولياء التلاميذ، اجتمعت مع المديرين ديال هذه المؤسسات، كلهم في نفس الوقت اعتبروا بان هذه الحلول اللي هي كاينه اولا ساعدات باش نضمنوا الزمان المدرسي ونضمنوا المستوى ديال النجاح في هذه الاقاليم هو المستوى اللي كاين على الصعيد الوطني. وهذا تبين بان الاثار من الجانب التربوي راه في الحقيقه تجاوزناه. تبقى الرجوع الى مثل الوضع العادي، مازال خصنا بعض الشهور اللي ولكن الوتيره ديال هذه الاوراش انا متيقن بان غتعطينا نتائج.